بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع كان أثاره أحد الزملاء على الجروب، وهو موضوع الدم اللي موجود في اللبن. في بعض الزملاء طبعا بيقول لك ده التهاب ضرع، والبعض التاني بيقول لك ده نزيف ما بعد الولادة. وفي بعض الناس يعني اللي اختلفت على موضوع الدم في اللبن. طبعا ده موضوع يعني سهل جدا، وعلاجه سهل جدا، وأسبابه دايما بيحصل بعد الولادة مباشرة. بتلاقي الحيوان مع كتر التحذيق في أثناء عملية الولادة بيحصل شوية أوردة كده، بيحصل نزيف في بعض الأوردة اللي موجودة داخل الضرع، فبيحصل المنظر اللي انتوا شفتوه على الجروب اللي هو اللبن المحمر ده. طبعا في مرات يبقى اللبن ابيض، وبعد ما تركنه ساعتين ثلاثة يحصل ترسيب للدم في القاع، فتشوف كأن حمور كده في الإناء اللي انت بتحلب فيه يعني. فطبعا الحالات دي طبعا بتبقى سهلة في علاجها، وزي ما قلنا دايما بتيجي بعد الولادة. بتدي بس 3 أمبولات كابرون عضل، وبتدي نص شريط كابرون في رغيف شرب او حاجه. هتلاقي الامور باذن الله اتظبطت معاك بوقت قصير قوي. يعني ممكن تبقى جرعه واحده، ممكن تبقى جرعتين، وتلاقي الامور اتظبطت معاك باذن الله. فالحالات دي ما تقلقش، يعني ما تقلقش. اللي يخوف صحيح انك انت تلاقي اللبن مجبن، او في حاجه في كلاكيع، او في حاجه في اللبن. ممكن هو ده اللي يبقى بداية التهاب الضرع، وده اللي لازم يتعامل معاه بسرعة. إن أصعب حاجة في الحيوان التهاب الضرع، وطبعا ده بيعمل فعلا لما بتسيب التهاب الضرع بيعمل شلل بسرعة للربع، وما بيرجعش لطبيعته بسرعة. فتلاقي الربع مثلا فيه 1,000,000 خلية بتفرز لبن. أول يوم التهاب ضرع بياخد أقل حاجة، بياخد ربع مليون خلية، بيموت لك ربع مليون خلية وما بترجعش تفرز تاني. يبقى أنا عندي 750 ألف خلية، لازم ان انا الحق بسرعة اعالج التهاب الضرع قبل ما يحصل ان هو يضر لي باقي الخلايا اللبنية اللي بتفرز اللبن. فانت وشطارتك، او معنى صح انت ونصيبك، لان الموضوع ده بيبقى سريع جدا. والتحجيرة بتاع الضرع بتطول، ممكن تاخد شهر. لو حصل تحجيرة بالذات مع النوع، في نوع صعب جدا اسمه الاستاف، ده صعب جدا في علاجه، وفعلا بيعمل تحجير ممكن تقعد 2-3 شهور. فلازم انك انت تلحق تعالج بسرعة. زي ما قلنا بتستخدم مضادات حيوية قوية، بتستخدم مراهم. مش شرط على فكرة انك انت تستخدم محاجن. زي ما قلت قبل كده، انا ما بحبش استخدم المحجن، رغم ان بعض الزملاء يعترضوا على الكلام ديت. لكن انا شايف ان انا لما اعالج بالحقن عضل او وريد، وادهن بالمرهم، افضل بكتير من ان انا ادي المحجن جوه الربع، لانه له تاثير برضه على الخلايا اللبنيه. فالحاله اللي اتعرضت على الجروب، شكل الدم اللي موجود في اللبن، طبعا زي ما قلنا علاجه سهل، وان شاء الله بيجاوب معاك على طول. يا رب ان شاء الله تكون المعلومة وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.